الصلاة على النبي يا رجالة. جوز اهو، جوز يا عم اسماعيل اهو، جوز مع بعضيه بالصلاة على النبي. ربنا يبارك لك يا رب يا عم ابراهيم، يا رب ويرزق الجميع يا رب. الله ينور عليك يا هرم. النهارده 6 اكتوبر يا هرم، بسم الله ما شاء الله يا جدعان. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. هي دي الحاجات اللي تفرح يا جدعان. اللهم صل على النبي، ربنا يرزق الجميع يا رب. الله يفتح عليك يا هرم، ان شاء الله خير باذن الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، اخواني وحبايبي متابعينا على قناه المصري تعليم سيد الصلاه بالصناره. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده نزلنا ميه جديده في المرازيق يا محمد. اسمها المرازيق، اسمها المرازيق. عم محمد مودينا عليها نجربها ان شاء الله. يا رب يكون فيها خير ويكون فيها سمك كويس. هنجربها ويا رب يكون سهره سعيده على كل الصيادين، سواء اللي قاعد هنا اللي قاعد في قبلي اللي قاعد في اي مكان. ربنا يرزق الجميع يا رب. بس انا كنت حابب اتكلم معاكم في شويه حاجات بسيطه يا ريت كلنا نعملها. انا بشوف ناس كتير بتطلع السمك وتحط ايديها في بق السمك وصباعه اوقات بيوصل للخياشيم. السمكه يا جماعه لو صباعك لمس الخياشيم السمكه بتموت، ويرجع يحطها في العياشه فالسمكه بتنعم وتموت. الحاجه الثانيه، في ناس بتحط السمك في تيار ميه حامي. يعني انا ليه حاطط العياشه في معلقها في تيار ميه حامي، السمكه برضو بتشرق وتموت وتنعم جوه العياشه. الحاجات دي كلها لازم ناخد بالنا منها. وفي ناس برضو بشوفها بتطلع النوم حلو وبترميه في ميه تاني. يا عم شوف الناس اللي جنبك، يمكن حد يكون عايزها. في ناس اشد الحاجه ليها، قول له حد عايز محتاجها قبل ما ترميها. الحاجات دي كلها بسيطه. الصياد الكويس اللي دايما ما بيردش الصياد. يعني لما حد يجي يقول لك هات فوسفوره، الفوسفور بتاعي نسيته، الفوسفور بتاعي وقع مني، الفوسفور خلص، اديله فوسفوره. عايز رمال اديله رمال. احنا كلنا في هوايه كويسه، وكل الصيادين الناس كلها محترمه كويس. والصياد الكويس هو اللي ما بيردش حد. فيا رب مش عايز اطول عليكم. الحاجه الثانيه بقى، بشوف ناس كتير وهي بتجمع السمك اثناء التجميع بيرفع بوز الغابه لفوق. يا عم محمد أيوة. معايا؟ لا، السمكه لو ضربها من على مسافه يا جماعه يميل غابته تحت كده ويهدي ويلم كده، تلاقي السمكه ماشيه معاه لحد ما تيجي اصل رجليه. لكن لما بيرفع ايده لفوق السمكه بتعوم جوه، بتعوم جوه، خبطه ثانيه تروح على طول، وخبطه ثانيه توسع روحها وتروح. فده انا شفت تاخد كتير. الرمال. اما تاخد الرمال شفتها مع ناس كتير وهي بتجمع السمك بصراحه ربنا. فحبيت اتكلم معاكم في الموضوع دوت. ان شاء الله نفرجكم باذن الله. باذن الله يا رب النهارده تكون سهره جميله وسهره سعيده ويكون فيها خير كتير. برضه في موضوع الكشاف، في ناس كتير بتنور الكشاف كتير بالليل. انا مش هقولها الدور الغويط مش الكشاف مش هيأثر عليه، لكن المشكله ان الكشاف ممكن يجي في عين واحد بيتعبها. في ناس ما بتقدرش تبص في فنلاحظ برضه يعني نور الكشاف للضروره. الحاجات دي كلها انا عارف انتوا عارفينها، بس احنا بنذكر بعضينا بيها. وهي دي اساس ان احنا عاملين القناه عشان خاطر نفيد بعض. انت بتضيف لي حاجه وانا بضيف لك حاجه وكلنا بنفيد بعضينا. مش الموضوع موضوع مشاهدات وخلاص. لا، سيبك من الموضوع. يا رب الفيديو يعمل 50 مشاهده ما يجيبش ولا لايك. المهم ان احنا نقدر نوصل حاجه للناس، الناس تستفاد بيها. ودايما تصبر على الدور. لازم الصياد لازم يكون عنده صبر. ما ينفعش اول ما ينزل زي عم محمد كده يقعد ساعه السمكه ما بتاكلش ونمشي. فلازم الواحد يصبر شويه ويتقل على الدور ويجس الدور مره واثنين. يا جماعه ده انا عم الناس دي كلها في الصيف. يا عم ما قلناش حاجه، انت عمك في الصيف، بس عايزينك صبر شويه يا عم محمد. عايزين نصبر شويه. ميه جديده اهي ان نشوفها شاء الله باذن الله. وانا بجمع السمك هخليه يصوره لكم. والله لو انا بعيد عنه هروح اصوره. لو ان شاء الله ربنا يرزقه يا رب ويرزق الجميع. يعني المره اللي فاتت انا اخر واحد استفتحت. والله انا مش هطول عليكم، كله استفتح لحد الساعه 11 ما كنتش ضربت شرايه. ومن بعد الساعه 11 الدنيا فتحت معايا. وطبعا هقول لكم حاجه، والله العظيم والله العظيم بالاستغفار. انا قاعد بستغفر ربنا، صليت العشاء وقعدت مسكتها استغفار، استغفر الله العظيم والتواب الرحيم، استغفر الله العظيم والتواب الرحيم. وفتحت معايا وما قفلتش، بضربه بالجوز. فيعني ان شاء الله تتكرر تاني. دايما يا جماعه وانت قاعد اذكر الله، الا بذكر الله تطمئن القلوب، والا بذكر الله الرزق يجي لك، والاستغفار الرزق يجي لك. استغفر الله، فاستغفر الله كتير. هي دي اللي انا عايز اوصله لكم النهارده. وان شاء الله يكون في سمك. احنا شغالين بحدود ارض فيابر 7 و8 متر. الارض لسه اشوف عمقها قد ايه واقول لكم عليها ان شاء الله بالليل وانا شغال. ويا رب الاقي بقى حد يصورني بقى وحد يضرب سمك، وان شاء الله متفائل خير ان احنا نضرب سمك. تحياتي ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. لقيت يا جماعه برضو السمك الصغير اللي يطلع زي كده يرجع الميه تاني. حجاري صغير طالما مش هتاكله سلكوا بالراحه وتنزلوا الميه. سمكه بيضه، سمكه حجاري، فتيله بياض، وماء صغير، عاد صغير. الحاجات دي كلها يا جدعان خير من عند ربنا. فالحاجه دي تسلك بالراحه وترجع الميه تاني.
نسلكها بالراحه وننزلها الميه تاني باذن الله. وادي كمان دقماء رجاله اهو. بسم الله ما شاء الله. يا مسهل. النوم وبولتي ودقميق يا مسهل. بس الجو هوا جامد قوي هو اللي ممنع السمك شويه. ان شاء الله خير باذن الله. صلاة النبي يا رجاله. المصري بيرقص لبلوب التالت يا رجاله. 6 اكتوبر بتحتفل بينا عيد النصر يا رجاله. بسم الله ما شاء الله. والمصري بيرقص لبلوبه. يا عم ماشي، انا عارف ان الجو مش مساعد يا عم محمد. الجو مش مساعد يا جماعه. نلم النهارده ونتكل على الله. شريتين هم. اللهم صل على النبي. رأي التليفون ماي. رأي التليفون ماي. 6 اكتوبر النهارده يا رجاله. والله شرايه طعم بسم الله ما شاء الله. شرايه حلو بس الهوا بقى معاكس. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اخواني وحبايبي متابعينا على قناه المصري صيد السمك بالصناره. طبعا النهارده 6 اكتوبر والجو كان هوا قوي قوي بنأثر على الصيد. يعني الناس كلها اغلبيه الناس ما حدش ضرب شرايه. يمكن الحمد لله العبد لله. وزي ما قلنا بالاستغفار ربنا بيكرم. هو خدت قلومه وفتيله دقماء وكام شرايه والشرايه بتوع حلو. بس هي مشكله المكان. يعني حاجه بسم الله ما شاء الله. سمك بسم الله ما شاء الله حاجه حلوه. مشكله المكان التشميط فيه كتير. ناس بتشمط وانت قاعد. سبح متقطعه في الادوار جامده قوي. زحمه ورغم كده الناس بتشمط. هي دي مشكله الوحيد في الدور دوت. دور حلو وكل حاجه. ميته حلوه وميته سريعه وكويسه وفيها سمكه كويسه. بس مشكلتها التشميط عليه كتير قوي. ربنا يهديهم. لان السمكه بتاكل مش محتاجه ان الواحد يشمط عليها دلوقتي. وطبعا مقطعين سبح فيها بيشمطوا كمان بخيط برد. يعني ما بحد الواحد عشان يعرف سبحه تشبك معاه لازم تقطع الوش. فبنهلك عليها سنار كتير. لكن هي مجمليه الارض لا الارض كويسه. بس عيبها الزحمه وزي ما قلنا التشميط. وكان طبعا الجو النهارده الهواء جامد قوي كان مش مساعد. عشان كده احنا قلنا مشينا بدري. وكنا نتمنى يكون في جو احسن من كده. كنا جبنا شويه سمك فرجناكم عليهم وكنا اتمتعنا. المهم ان احنا رقصنا اللبلوب وقعدنا اتسلينا شويه. وده كان تقريرنا النهارده بالنسبه للنيل. النيل الميه خاسه كتير وتقريبا بتنزل تاني. يعني انا شايفها بتنزل بس بتنزل بسيط واحنا قاعدين. الايام اللي جايه طبعا الجو هيبرد وهتكون افضل ان شاء الله. بس بقى هتبقى لو الجو لو برد جامد الجروف الطينيه هتبقى تاكل احسن من الحجاره. هندور بقى نبتدي ندور على ادوار فيها جروف طينه ننزل عليها ونوريها لكم برضو ونشرح طريقه الصيد عليها ازاي ان شاء الله. تحياتي ليكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اخوكم محمد المصري. رجعنا لكم تاني. طبعا روحت لقيت الحاجه مريحه وبصراحه ربنا بعافيه شويه. كل يومين اجيب لها سمك ولا انضفي بالليل. لكن السمك لو اتحط في التلاجة ده المقصود بقى منه. مش عيب ان انا انضف السمك او الهام يعني او انت تساعد زوجتك ده مش عيب. لكن اهم حاجه انك انت لو حطيت السمك في التلاجة او في الفريزر من غير ما يتنضف بيمرر. الباطن دي بتمرر اللي انا فاتحها دي. طبعا هم هيعيدوا على نظافه تاني. انا كده على قدي. انا اول مره انضف سمك. فاهم حاجه ان انا اشيل الاحشاء اللي انتوا شايفينها ديت اتخلص منها بحيث السمك لو اتحط في التلاجة ما يمررش يبقاش طعمه مر زي كده. يعني تبقى طبعا هي نظافه مكروته بس ايه على قد يعني. طبعا هم قطعوا الروز بقى ونضفوا وشلت القشر وشلت الاحشاء. ده المقصود منه يعني انت لو حطيت السمك في التلاجة وسبته من غير ما تنضفه البطن دي كلها ما بتتاكلش. بطن السمكه دي كلها كده ما بتتاكلش غير السلسله بتبقى مرره. ده حاجه بس ايه لانك انت ما تقعش فيها. عشان كده احنا بنحب العياشه عن التلاجة. ان ممكن تاخد تلاجة معاك صغيره تحط فيها السمك فالسمك بيموت فيها وبيتلج فيها فبيمرر بيبقى طعمه مش حلو. لكن العياشه بتحفظ السمكه لحد ما توصل للبيت على طول تقوم بتنظيفها. ده المقصود من كلامي معاكم. مش عايز اطول عليكم. وده كان المقصود ان احنا ايه ننظف السمك اول باول. لو انت اللي هتاكله او هتدي حتى لو شحاته لحد قول له لو شحاته قول له نضفه في ساعتها الوقت. بيبقى ليه طعم تاني غير الطعم اللي بيكون في التلاجة وميت وتحط في التلاجة بيمرر جامد قوي.